رمضان المبارك راه على الابواب. على هذا بغيت نبدا معكم واحد السلسله ونسميها سلسله وصفات رمضان. نسيي نطيب معكم مختلف الوصفات ودائما تحت شعار سهلين بنان اقتصاديين ويحضروا بالخير. اول وصفه غادي تكون معنا واللي هو البطبوط. وصفه سهله بزاف واهم حاجه البنه حاضر. ما نكثروش الهضره بزاف وهيا نبدا. في وعاء نحطوا كاس تاع ماء عادي، نزيدوا له كاس تاع حليب يكون حامي، حطوا ملعقه كبيره تاع سكر وملعقه كبيره تاع خميره الخبز. انا هنا كنت نسيت ما صورتش كي حطيت السكر. المهم نخلطوا كلش غايه مع بعضها، من بعد نزيدوا كاس تاع سميد يكون رطب وكاس تاع فرينه وباينه يكونوا مغربلين، نعاود نخلطوا كلش، نغطيو عليهم ونخلوهم يرتاحوا حوالي 10 دقائق. بعد ما ارتاحوا غادي نزيد لهم كاس تاع فرينه اللي مام هو يكون مغربل. الملح حسب الذوق، انا حطيت ملعقه صغيره. نلموا كلش بالفرينه حتى نتحصلوا على عجينه تكون نغطيو عليها ونخلوها ترتاح حوالي 10 دقائق واحده اخرى، ونمشيو ديريكت نحضروا الحشو. في مقله نحطوا شويه زيت مع الماء، نخليها تتقلى غايه، من بعد نزيد لها كميه تاع اللي يكون مقطع مكعبات صغيره. وبالنسبه للتوابل عندنا هنايا توابل الدجاج، فلفل احمر وملح. نخلط كلش ونخليهم يطيبوا على خاطرهم. وهنا كنت زدت الطوماطيش اللي كنت طحنتها وتاني ما صورت لكمش، والله غير سمحوا لي يبان لي الزهايمر بدا يحكي مني. المهم خلطت كلش غايه، غطيت عليهم وخليتهم يطيبوا في غرده. نرشوا سطح العمل بالفرينه ونجيبوا العجين تاعنا. بعد ما كان ارتاح 10 دقائق نبدا نقسم فيهم الكريات، بغيتوا ديروهم كبار ولا صغار انتم احرار. نكمل كاع الكميه اللي راها عندي، من بعد نجيب السميد اللي يكون رقيق نرشوا فوق سطح العمل ونبدا نحل بالكره الوحده. نحلوها بسمك يكون متوسط، ما ترقوهاش بزاف. نحطوها فوق سربيته ونغطيو عليها ونخلوها تاني ترتاح 10 دقائق. نجيبوا الطاجينه تاعنا نحموها شويه، نبداو نطيبوا فيهم على نار تكون متوسطه. كي يطيبوا من تحت نقلبوهم من الجهه الاخرى، ما غاديش يديو معكم الوقت بزاف، يعني شويه وقت وانتم حضرتوه. ودركا نجيو للحشو اللي هو اختياري. كنت حليتهم بالمقص، من بعد حطيت السلطه. الحشو هذاك اللي خدمناه قبيل وختمتها بشويه مايونيز. وها هي وصفتنا لنهار اليوم واجده. ما تنساوش ديروا سيف لا فيديو باسكو غادي يجي النهار اللي تحتاجوها. وما بقى لي غير نقول لكم صلوا على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام، وشهيتكم في الجنه بصحتكم.